كنت قاعد في وسط النخل ووسط شجر الموز. مش عاملين اسم للمطعم، قال لي احنا لسه ما سميناش. انا طلعت قعدت في القعده اللي فوق دي. شوربه ضاني، الفراخ بتاعتهم نظيفه وحلوه وبيضه، والوجبه بينزل معاها ازازه ميه وبراد شاي بعد الاكل. كل ده بكام؟ امبارح كنت ماشي مع صديقه في وسط الشارع الجميل ده، لقيت المكان ده على يميني في دخله كده، ففكرتها مزرعه حد او حاجه، فبقول لها هو ده ايه؟ قالت لي ده مطعم فاتح جديد، مفيش اي يافطه ومفيش اي حاجه. قلت لها لا انا لازم اجي اجرب المكان. بصراحه في وسط النخل وفي وسط الزرع، شكله حلو قوي. النهارده هجرب المطعم اللي وسط الجنينه ووسط الزرع ده معاكم. بصراحه القعده والمكان فايبس، اول ما بتدخل انت قاعد في وسط النخل ووسط شجر الموز، فيو هنا جامد. المكان لسه فاتح جديد اصلا، هو مش عاملين اسم للمطعم، هو المكان صغير فيه شويه قعدات، بس هو يشيل يعني يستحمل جروبات او كده. بقول له اسم المطعم، قال لي احنا لسه ما سميناش. بس مكان جميل بصراحه، ولازم تيجوا تجربوه لان القعده هنا. كمان قال لي الاسعار عاديه جدا زي اي مطعم في الوقت اللي احنا فيه ده. ان شاء الله لو الاكل عجبني هحط لكم اللوكيشن بتاع المكان، من باب ان احنا ندعم مشروع لسه بيبتدي ويستاهل، لان القعده هنا حلوه. المكان اصلا قريب من وسط البلد في سيوه، من ميدان السوق، وهي قطعه ارض كده زي ما انتم شايفين، هم محددينها ومنضفين النخل اللي هنا، في شجر موز وكذا. شكل القعده، في قعده عاليه دي في الغالب شكلها جامد، فانا قررت ان انا اطلع اقعد فوق، وقعدات بكراسي وترابيزات، وفي قعدات ارضي زي المربوعه كده. البدايه مبشره بصراحه. انا طلعت قعدت في القعده اللي فوق دي. المكان مريح جدا، مفيش صوت، المكان فاضي نوعا ما، المكان فاضي دلوقتي، بس القعده رايقه مفيش صوت. القعده وسط النخل والموز وكده مديها شعور بالونس. هو بيعمل لحوم وفراخ، لسه اللحوم بتتبل وكده، فطلبت فراخ مشويه صدر مشوي شكله حلو قوي، وبولة رز كبيره شويتين، وبطاطس وسلطه وشوربه. شوربه ضاني، دي شوربه ضاني بلسان العصفور، وبطاطس فرن. اجمد حاجه ان هو بيعمل بطاطس، لان معظم المطاعم هنا بتقدم مع الاكل فاصوليا ولوبيا وكده. الفراخ بتاعتهم نظيفه وحلوه وبيضه، طعم الشوي واضح وحلو. والوجبه بينزل معاها ازازه ميه وبراد شاي بعد الاكل. كل ده بكام؟ 55 جنيه. بكره نبقوا في بدايه 2023، قيمه مقابل سعر بصراحه هايله. اجمد حاجه بقى ان هما بيعملوا شوربه ضاني بلسان عصفور، مش شوربه فراخ او اي شوربه، لا شوربه ضاني. الاكل كان لطيف بصراحه، الفراخ كانت نظيفه وطعم الشوي فيها حلو كده. المود عامه مود اكل بيت كده، بس في وسط النخل والجناين، فجامد. مود بقى الصينيه والطبليه والقعده على الارض. انصحكم لو جيتوا سيوه تجربوه، تدعموا المشاريع بتاعت الشباب اللي لسه صغير لسه بيبتدي بيحاول يعمل حاجه مختلفه. دي تاني مره بصراحه اجي المطعم اللي هو وسط النخل ده. هصور لكم الاجواء بالليل برضو عشان تبقوا عارفين. بس كده، ده كان فيديو النهارده. لو عجبك اعمل لنا لايك وشير وسبسكرايب، ونشوفكم فيديو جديد، والسلام.